الترانزيتير اللي مهمته الأصلية يتابع الإجراءات الديوانية والإدارية لدخول السلعة وتصديرها لأصحاب المؤسسات ينجم يفيدنا في هالموضوع. واحد منهم أقنعناه باش يحكي لنا على التجاوزات، وأول حاجة تشكى منها المسؤولين في ستام اللي ما عندهمش كفاءة وانتدبوهم على أساس الولاءات الحزبية. من الأول احنا فهمنا الحكاية شنو؟ فهمنا الحكاية أنه اللي شدوا لي بوست هذه الفيروس كلهم منها ولاو يخرجوا على بعض. نقرا كل شيء ودي كذلك في خارج سي عجل في كذا شرطة 1310 كونتينر. ليش وراء بتسرقوا بالبلد فقط سقفها وكثير من التقاوم الشقوفات المروحين فيه الزهرين وفيه حي زهور بلاو من كونتينر غادي. وكي سألناه شكون المتورط في هالتجاوزات ما عادش تفهم شكون اللي يخدم وشكون اللي تابع. قبل كانوا معروفين كعبتين دريد عينات تو الناس كل مش معناها راهو نهضة طرفك لا معناها سيد عنده مالية. وكيفاش تتم الرشوة؟ وضح لنا ترانزيتير العملية بالتفصيل. مشاكل الرشوة فوالديس تو كنت قبل تعطي في 10 تو 100 مش تعدي كونتينر يا ولدي ما تصبح الدوسي رادس كيما تو كنحكي بعد ساعات سرعة سوميل فيزيت لازمك تنقل كونتينر من بلاصة لبلاصة. قبل كانت 5000 باتويت تو 50 60 40 30. هو الانسبكتور يحط لك فيزيت هذا يطلع نحكي لك السلعة من اللي تصب للي تخرج من البرد يسمى الفيزيت تمشي باش تسوي شادو بوست 5000 اللي هو كماند. تمشي للستار يمشي يكلم الجري حتى ما تعرف تاخذ ترانسيميتاج الجري 5000 نتاع الجري يهبط لك السنين تحط له 10000 فوقها حاجه يطلع السنه. حاطط كونتينر المركز حاطط واحد عنده كسيزان واحد ضربه ب 5000 تصور 50 حي من كونتينر كل يوم. هذا اسمه لك شو اللي حاطه قال لك عندي ثقه فيه باش يعسي على السرقه ما عيناش. الضربه هذيك التوصيه هبط الانسبكتور عمل الفيزيتا سكر الباب حط بلاستر وسمي بسم الله على خاطر تنجم تجي موجود تلقاها محلول واشتراها نقص وباز كل يوم. اخطر برودوي الكل شوكولاته دبابس بارابولات اورديناتورات. راك حط في بالك اعمل كونستا من الاول راهو السلسله مش تطلع هذه باز وشكون اللي قاعد يهز على خاطر احنا ما عندناش حق ندخلوا القرار باش يهز حاجه ثانيه القرار. شكون عنده الحق يدخل القرار؟ ديوانك ستار شرطه. قيمة الرشوة مع الكونتينر الوحدة تظهر صغيرة وكي نجمعوهم الكل تظهر مبالغ كبيرة تمشي في جيوب الموجودين في البرد.